السلام عليكم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ألذ وأحلى كباب حلة بصوص بني خطير جدا. هنعمله كده زي ما قال الكتاب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإزاي يطلع معايا صوص بني كده رائع، تكليب العيش تكليب الرز. هنعمل جنبه النهاردة كمان رز بالقرفة، وجبة بسيطة جدا من ضمن الوصفات السريعة. قبل ما نبدأ وصفتنا متنسانيش في اللايك والشير ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. هيكون معايا حبايبي اللحمة بتاعتي متقطعة قطع بالشكل ده. طبعا وزن اللحمة يرجع لحضراتكم، يعني نص كيلو كيلو لحمة على حسب المتاح. متقطعة قطع بالشكل ده وغسلاها ومصفياها، وكده معايا اللحمة جاهزة. قد اللحمة بصل، يبقى كيلو لحمة عليهم كيلو بصل، نص كيلو لحمة عليهم نص كيلو بصل. معايا كمان مكعبين زبدة كبار كده، معايا 4 فصوص توم فريش متقطعين صغير بالشكل ده، ومعايا ورقتين من اللورة، 4 فصوص حبهان وفصين من المستكة. حلة مش عايز بهارات كتير، معايا بس ملح وفلفل جوز الطيب وقرفة وسرين هقول لكم عليهم واحنا شغالين. حلتنا على النار. اول حاجه هنزل بكميه الزبده بتاعتي، حوالي معلقتين كبار كده من الزبده. الزبده هنا عامل اساسي، يفضل زبده حبايبي ماده دهنيه بتعمل لي صوص حلو جدا. هبدا انزل بكميه البصل زي ما قلت لحضرات، كميه البصل قد كميه اللحمه. وصفتنا النهارده معتمد على طعم البصل الجميل، ويفضل طعم البصل يكون البصل معايا ابيض، تمام، بيدي طعم حلو قوي الكباب الحله بتاعتي. زي ما شفتوا حضراتكم كده نزلت بنص كمية البصل، بس هنزل بالبصل بتاعي على مراحل. نزلت بنص كمية البصل، هديله كده تخديلة بسيطة جدا. وتركاه هنا حبايبي، بحب ابدأ في كباب الحلة بنزل بالبصل الاول، منزلش بشوحش اللحمة او ادي للحمة صدمة. لو اديتي للحمة صدمة الاول ممكن تلطع معاكي، تديكي كده مرارة في كباب الحلة بتاعنا. لا انا هنا نزلت بالبصل كده، وما تقلقوش هتطلع معاكي اللحمة بني وطعمها حلو ولونها كمان احلى واحلى. هنا عملت زي حفرة كده في النص. أول ما الزبدة بتاعتي بدأت تظهر نزلت بمعلقة واحدة بس من السكر. السكر هنا فايدته إيه؟ بكرمل السكر يديني اللون البني الجميل بتاع كباب الحلة، وده كده أول سر من أسرار اللون بتاع الصوص الجميل. هبدأ كده استنى على السكر بتاعي لما يتكرمل ياخد لون بني حلو كده بالشكل ده. هبدأ اقلب كل الكلام الحلو ده كله مع بعضه، البصل مع السكر المتكرمل بتاعنا. مش عايزة البصلة تاخد لون في المرحلة دي. هبدأ هنزل بالورق اللورا ونص كمية التوم. معايا انا هنا معايا 4 فصوص توم مقطعهم صغير كده فريش بالشكل ده حبايبي. يبقى هنا نزلت بالورق اللورا والمستكة والحبهان ونص كمية التوم، وهبدأ انزل باللحمة بتاعتي. بص اللهم بارك، اللحمة مغسولة ومتصفية ونضيفة زي الفل. وهنا بدأت انزل كده برشة من الفلفل. هقلب كده اللحمة بتاعتنا مع البصلة مع التومة مع الورق اللورا والحبهان والمستكة، الكلام الجميل ده كله مع بعضه، اقلبه تقليبة حلوة كده مع بعض. عايزة اقول لكم ما شاء الله، هنا البصل الابيض بتاعنا بيبدأ ينزل ميته. انا هنا مش هضيف مية خالص الوقت خالص. طيب تسوية الكباب الحلة معتمد على حاجتين. اول حاجة على نار بتبقى عالية شوية. اول ما البصلة بتاعتي تبدأ تنزل ميتها هدي النار تمام. نيجي بقى للسر التاني، الطماطمايه المبشوره. يبقى انا كده معايا سرين من اسرار نجاح الكباب الحله بتاعي. ضفت اول حاجه معلقه السكر المتكرمله، وهنا ضفت طماطمايه واحده بس مبشوره، بجد بتفرق في طعم كباب الحله. كده خلاص اللهم بارك، يعتبر كباب الحله معايا جاهز. بصوا حبايبي، هنا مهديه النار تماما. شفت الميه اللي نزلت دي؟ انا ما ضفتش اي ميه خالص. الميه دي نازله عن طريق البصله وصوص اللحمه او ميه اللحمه اللي بتنزل منها، وبتستوى كده في الميه الجميله ديت. لكم ان تتخيلوا طعم كباب الحله بتاعنا، ما شاء الله يتكلم عن نفسه. هبدا كده التسويه زي ما قلت لحضراتكم، نار هاديه جدا جدا. كل لما الميه دي بتنزل بتاعه البصله بتسوي اللحمه معايا. شايفين اللون الجميل بتاع اللحمه ظهر ازاي؟ في المرحله دي بعد ما عدى حوالي نص ساعه كده على نار هاديه، نزلت بباقي كمية التوم بتاعتي وباقي كمية البصل. تمام، انا هنا بقيت حوالي نص كمية التوم ونص كمية البصل عشان يحتفظوا بطعمهم الجميل. واللحمة كباب الحلة حبايبي معتمدة على طعم البصل. البصل اللي بيدي طعم فوق الرائع لكباب الحلة، ويفضل يكون البصل بتاعنا ابيض زي ما قلت لحضراتكم. هبدأ هنا كمان ابدأ ابخر بقى اللحمة بتاعتي، شوية فلفل، شوية جوز الطيب، شوية قرفة. الملح بتاعي مش هضيفه دلوقتي خالص غير لما اتاكد ان اللحمه خلاص دخلت في السوى وبدات تاخد 3/4 سوا كده، ساعتها هضيف الملح معايا. هبدا الوقت كده ايه، هبدا اوطي عليه النار بعد ما ضفت كميه
كميه البصل التانية ديت هلاقي البصل برضو نزل ميته زي ما حضراتكم شايفينه كده. كل ده بسويها على نار هاديه بميه البصل اللي بتنزل منها وميه اللحمه. هنا كمان ضفت حوالي ربع كوباية من المية السخنة، أهم حاجة تكون مية سخنة، وهدي عليها النار واسيبها بقى ايه تستوى مع نفسها خالص. وهي بتستوى بقى كده تعالوا نعمل مع بعض كده شوية رز بالقرفة زي العسل عشان نكمل وجبتنا الجميلة ديت. حلتنا على النار، نزلت كده بمعلقتين كبار من السكر. انا هعمل ايه، انا هكرمل سكر كده يدي لون حلو للرز بالقرفة بتاعنا. ما تقلقوش طعم السكر ما بيبانش نهائي في الرز بالقرفة، بس بجد بجد بيبقى وصفة لايقة جدا مع كباب الحلة. نزلت كمان مع معلقة واحدة بس من المية عشان السكر بتاعي يكرمل سهل وياخد لون بني حلو كده زي ما هوريه لحضراتكم. اهم حاجة هنا بهز الحلة بايدي كده من غير اي معلقة خالص، تمام؟ ما بضيفش اي معلقة في المرحلة دي. شايفين لما كده السكر معايا بدأ يتكرمل اهو بالشكل ده، اخد لون جميل. نزلت بحوالي كوباية واحدة بس من المية السخنة. المية بتاعتي دي عقد الرز معايا، تمام؟ بص اللون البني الجميل ده المطلوب. هبدأ انزل ب واحدة بس من القرفة العيدان او القرفة الخشب بالشكل ده. وكمان هقوم طعم القرفة هنا، نزلت بمعلقة صغيرة من القرفة البودر بالشكل ده حبايبي. هقلبهم مع بعض تقليبه كده حلوه لما القرفه بتاعتي ريحتها كده تبان، ما شاء الله ريحتها في منتهى الجمال. هبدا انزل بكميه الملح بتاعتي، ملح الرز العادي خالص. وهنا محضره الرز بتاعي مغسول ومتصفي. هبدا انزل على الميه بتاعتي كده، وكده ما شاء الله عملنا اسرع رز بالقرفه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هقلبه تقليبه ياخد بس كده يتشرب الرز معايا، وبعد كده هد عليه النار وعامله معامله الرز العادي. هنا لقيته محتاج شويه من الميه كده، ظبطت ميه الرز. هقلبه تقليبه حلوه يتشرب. اول ما اتشرب معايا نزلت عليه كمان بمعلقه واحده بس كده من الزبده، بتديله كده فلفله حلوه وطعمه مميز وجميل. كده خلاص هوطي عليه خالص لحد ما يستوى معايا سوا كامل. وكده برضو الرز بتاعنا خلص واللحمه بتاعتنا بتستوى على النار. وصفه سهله وسريعه جدا. هنا كمان بصوا اللحمه معايا ما شاء الله ما زودتش فيها بس غير حوالي ربع كوبايه من الميه السخنه، وبتستوى بميه البصل والميه اللي بتنزل من اللحمه ما شاء الله في منتهى الجمال. بتاخد معايا تسويه من ساعه لساعه ونص على حسب نوعيه اللحمه بتاعت حضراتكم. بصوا ما شاء الله اللون الجميل، وبادئ خلاص اهي تخش في السوا معايا. اختبرها كده بشوكه او بمعلقه، ما شاء الله لونها جميل ازاي. شفتوا الصوص تقل ازاي بفعل البصل والزبده زي ما قلت لحضراتكم، بتقل كده الصوص معايا. واقول لكم على تركايه حلوه كده، بصوا ما شاء الله مستويه وجميله ازاي. اخدت معايا ساعه ما شاء الله اللحمه بتاعتي دايبه اهي خلاص، والصوص البني الجميل محتفظه بلونها. ده القوام المطلوب، وده كده لون اللحمه الجميل اللي قلت لحضراتكم عليه. اول ما اتاكدت ان اللحمه بتاعتي خلاص دخلت في السوا، هبدا كده انزل عليها بمعلقه من الملح. هديها كده الملح في الاخر زي ما قلت لحضراتكم لما تخش في السوا خالص، تمام؟ قلبت كده الملح بتاعي مع اللحمه، هسيبها كده حوالي 10 دقايق كده. كل ده حبايبي على نار هاديه. اهم حاجه في نجاح تسويه الكباب الحله يكون على نار هاديه. بصوا ما شاء الله الصوص جميل ازاي يتكلم عن نفسه. اول لما توصل للمرحله دي واللحمه بتاعتي استوت تماما، هبدا في المرحله دي احتفظ بشويه الصوص بتاعها واحولهم لصوص كده بني جميل زي اللي بندقه في المطاعم واحلى. اللحمه بتاعتي دايبه تماما اهي واستوت خالص. هبدا دلوقتي اعمل تركية بسيطه كده. معايا معلقه صغيره من النشا، عليها معلقه كده من الميه، دوبتهم تماما. ودي اخر خطوه معايا، هيحول لي كده الصوص اللي نزل من البصل واللحمه لصوص كده حلو. تقدروا تاكلوه بالعيش، تقدروا تاكلوه برز بالشعريه، برز بالقرفه زي اللي عملته مع حضراتكم النهارده. كده 5 دقايق بس. بصوا ما شاء الله قوامه ازاي، ده القوام المطلوب. في المطاعم بيعملوا كده بودره اسمها الديمي جلاس، بتحول الصوص بتاعنا بالطريقه دي. احنا هنا عملناه بالنشا بكل سهوله في البيت، وطلع معانا طبق اللهم بارك، احلى كباب حله زي ما قال الكتاب. ومعاه كده شويه رز بالقرفه اخر طعامه. طريقتهم سهله وبسيطه جدا. ما خدوش معايا وقت، وما شاء الله اللهم بارك كانوا خلصان. بصوا ما شاء الله الصوص جميل ازاي. شفتوا قوام الصوص من غير بودره ديمي جلاس، من غير اي مواد كده خزعبليه، ما شاء الله بشويه نشا. وطريقه تحضيره وبصل ولحمه، معتمد على البصل واللحمه بس. عمل معايا احلى واجمل كباب حله تقدروا تجربوه. تجربوا كده الصوص ده مع الرز بالقرفه، بجد ميكس رائع. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، واشوفكم في وصفات احلى واحلى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.